السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في فيديو النهاردة ودرس النهاردة إن شاء الله ناخد مراجعة وأهم الأسئلة على الدرس الثاني في الوحدة الأولى، التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. كنا خدنا الدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هو الحركة في خط مستقيم. ارجع الفيديو ده عشان هيفيدك جدا، وفيه شوية أسئلة ما ينفعش من الامتحانات. الأسئلة دي كلها مش هيطلع منها إن شاء الله سؤال من الامتحان. الأسئلة كلها متكلفة في الضعيف وفي المتوسط وفي المستوى العالي. عشان ما أطولش عليك نخش على طول وهنتكلم في نص الفيديو وهنشرح بالتفصيل. الفيديو هيفيدك لو مهما كنت ذاكرت ايه كده، ذاكرت نص نص، ذاكرت كويس، ما ذاكرتش خالص. اول حاجه، اول سؤال معانا سؤال مهم، اكمل العبارات الاتيه. اول واحد: تمثل حركه الجسم بسرعه منتظمه في العلاقه البيانيه اللي هو المسافه والزمن بايه؟ بخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. طبعا خدنا حركه الجسم بسرعه منتظمه في العلاقه البيانيه، المسافه مع الزمن، المسافه اللي هي الفاء مع الزمن، بخط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل كده. عشان اظبطها عدل، يمر بنقطه الاصل. هي دي العلاقه البيانيه. اتنين: العلاقة بين السرعة والزمن للحركة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور السينات. خط مستقيم كده يوازي محور السينات. تلاتة: المعدل الزمني، المعدل الزمني للتغير في المسافة هو ايه؟ هو السرعة، بينما معدل الزمني للتغير في السرعة هو العجلة. أربعة بيقول لك ايه بقى؟ أربعة: عندما تقدر المسافة بين المتر والزمن بالثانية تكون وحدة قياس السرعة متر كل ثانية، أما وحدة قياس العجلة بمتر على الثانية تربيع. خمسة: عندما يبدأ جسم حركته من السكون فإن سرعته الابتدائية تساوي طبعا صفر، لأن السرعة الابتدائية الجسم يكون ساكن بتبقى صفر، ويتحرك بعجلة منتظمة موجبة وليس سالبة. ستة: عندما يتحرك الجسم بعجلة موجبة تكون سرعته النهائية اللي هي عين اتنين أكبر من سرعته الابتدائية، لأنه أصلا بيتحرك بعجلة، لأن هو بيتحرك أصلا مش واقف. سبعة: عندما تقل سرعة الجسم بمرور الزمن فإنه يتحرك بعجلة سالبة. السرعة دي لما بتقل بمرور الزمن فهو كده بيتحرك بعجلة سالبة. تمانية: عندما يتحرك جسم بسرعة منتظمة فإنه يتحرك بعجلة مقدارها صفر. لأن السرعة منتظمة إذا العجلة على طول بتبقى صفر، لأن احنا كنا شارحين أصلا الدرس ده. طبعا لو مش فاهم فممكن ترجع الدرس الأصلي. تسعة: عندما يتحرك الجسم من السكون بعجلة منتظمة فإن سرعته النهائية تتعين من العجلة من العلاقة قصدي جيم في دلتا زال. العجلة في التغير في الزمن، الجسم لما يتحرك من السكون بعجلة منتظمة السرعة النهائية بتيجي من العلاقة دي. عايز تجيب السرعة النهائية بتجيبه من العلاقة دي، جيم اللي هو العجلة في التغير في الزمن. التغير في الزمن اللي هو زد اتنين ناقص زد واحد. زد أوزان يعني، متركزش كتير. عشان يتحرك الجسم بعجلة منتظمة عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. الجسم بيتحرك بعجلة منتظمة لما سرعته بتتزايد بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. 11 بيقول لك ايه بقى؟ عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي صفر، فهذا يعني أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة، معروفة دي. طبعا العجلة بتساوي صفر، تعرف ان السرعة هنا منتظمة، السرعة منتظمة تعرف ان العجلة بتساوي صفر كده، نسبة وتناسب. 12: النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية للجسم يتحرك بعجلة سالبة تبقى أقل من الواحد، معروفة. النسبة بين السرعة النهائية والابتدائية يعني هتحط السرعة النهائية فوق اللي هي يعني اتنين، تحت عين واحد. الجسم بيتحرك بعجلة سالبة، عجلة سالبة على طول. عجلة سالبة يعني ايه؟ يعني سرعته بتتقل. معنى سرعته انه بتقل يعني عين واحد بتبقى أكبر من عين اتنين. لو عين واحد دي أكبر من عين اتنين يعني المقام أعلى من البسط. تعرف على طول إن هنا أقل من واحد. أهم المصطلحات العلمية بقول لك الحركة التي تتغير فيها واحد أهي، الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم تتحرك بمرور الزمن دي الحركة اللي هي العجلة. المعدل الزمني للتغير في السرعة دي العجلة. تلاتة: مقدار التغير في السرعة في الثانية الواحدة ده العجلة. أربعة: العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية دي العجلة المنتظمة. أنا عايزك تكتب ورايا الكلام ده، مهم جدا واحفظه. خمسة: العجلة اللي بيتحرك بها جسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية دي العجلة المنتظمة الموجبة، لأن في تزايد تعرف إن هي موجبة. طب بتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية تعرف إن هي منتظمة. ودي تبقى العجلة، يبقى تقول له العجلة المنتظمة الموجبة أو المنتظمة الموجبة. ستة: العجلة يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية دي العجلة المنتظمة الموجبة برضو. سبعة: العجلة يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقدار مساوي في أزمنة العجلة المنتظمة السالبة. نفس بقى على نفس الإيه، على نفس المنوال زي ما أنا شرحت لك في رقم خمسة.
8 العجلة تتحرك بها جسم عندما تكون سرعته النهائية أقل من السرعة الحدودية، دي العجلة المنتظمة السالبة. أهم التعليلات والحاجات دي مهمة جدا، لأنها بتكون بتعرف أنت فهمت الدرس ولا لأ. الأسئلة دي بتعرف أنت فهمت الدرس ولا لأ. أهمية الأشكال البيانية والجداول بالنسبة لعلماء الفيزياء، قال لك إحنا قلناها في أول الفيديو، فاكر أنا اللي أنا شرحت فيه الدرس ده، فقلت لك عشان بتوصف الظواهر الفيزيائية بطريقة أسهل، والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة. اتنين، يعبر عن السرعة منظمة في الشكل البياني المسافة زي بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل زي ما احنا قلنا فوق، لأن المسافة بتتناسب طردي مع الزمن عند حركة الجسم بسرعة ثابتة. ماشي. تلاتة، يعبر عن السرعة المنتظمة ومنظومة في الشكل البياني، السرعة والزمن، السرعة فوق والزمن تحت، بخط مستقيم أفقي موازي لمحور الزمن، اللي هو كده، اللي هو كده، خط مستقيم أفقي يوازي محور الزمن. ليه؟ لأن السرعة تظل ثابتة بمرور الزمن. لأن السرعة تظل ثابتة بمرور الزمن. أربعة، تقدر السرعة بوحدة متر كل سنة، بينما تقدر العجلة بمتر للسنة تربيع، لأن وحدة قياس السرعة هي خارج قسمة وحدة قياس المسافة على وحدة قياس الزمن. السرعة بتساوي المسافة على الزمن، بينما وحدة قياس العجلة هي خارج قسمة وحدة قياس السرعة على وحدة قياس الزمن. العجلة العلاقة بتاعتها السرعة على الزمن. خمسة، الجسم الذي يتحرك بعجلة لا يمكن يتحرك بسرعة منتظمة. ليه؟ لأن سرعته بتتغير بمرور الزمن. الجسم الذي يتحرك بسرعة غير منتظمة تكون حركته معجلة فيها عجلة، لأن سرعته تتغير بمرور الزمن. سبعة، عندما يتحرك الجسم بعجلة تكون سرعته متغيرة، لأن سرعته بتتغير بمرور الزمن. هي نفس النظام. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة تكون عجلته بتساوي صفر. ليه؟ لأنه سرعته لا تتغير بمرور الزمن، عشان كده العجلة بتساوي صفر. العجلة إمتى يكون في عجلة؟ لما السرعة بتتغير. إمتى العجلة بتكون صفر؟ عندما لما السرعة ما تتغيرش بمرور الزمن يعني. خش على اللي بعده. ما معنى هيعرف الواحد معدل الزمن التغير في سرعة جسم متحرك دي مديك المعطى، تكتب لي المعدل الزمني للتغير في سرعة الجسم. ايه هو المعدل الزمني للتغير في سرعة جسم متحرك؟ طبعا العجلة، لأن العجلة واخدينها اللي هو المعدل الزمني للتغير في سرعة الجسم. بتقول له أن الجسم يتحرك بعجل مقدار كام؟ 5 متر كل ثانية، اللي هو المعطى اللي مدولك في المثال. اتنين، جسم متحرك تتغير سرعته بمعدل 8 متر لكل ثانية لكل 1 ثانية. بيديك برضو العجلة، ده تعريف تاني للعجلة. يعني هتقول له أن الجسم يتحرك بعجلة مقدارها كام؟ 8 متر كل ثانية تربيع. تلاتة، جسم بيتحرك بعجلة منتظمة متزايدين مقدارها 30 متر لكل ثانية تربيع، لأن الجسم يتحرك في خط مستقيم وتزداد سرعته بمقدار 30 متر لكل ثانية. أربعة، جسم يتحرك بعجلة منتظمة تناقصية مقدارها -2 متر لكل ثانية تربيع، لأن الجسم يتحرك في خط مستقيم وتقل سرعته بمقدار -2 متر لكل ثانية. لا مؤاخذة كمان. عندي برد، بس هو والله عندي برد، وعمال لكم الفيديو ده وأنا تعبان وعندي كلية وشتات كتير، بس فداكوا. يا رب بس تكون تفهموا من وفي اي سؤال واقف معاكم او اي حاجه ممكن تقولها لي في التعليقات وانا هرد عليكم باذن الله يعني. احنا اصحاب وكلنا واحد يعني. خمسة، السرعة الابتدائية للجسم متحرك أقل من سرعته النهائية. ليه السرعة الابتدائية للجسم متحرك أقل من سرعته النهائية؟ لأن الجسم هو بيقول لك معنى أن الجسم يتحرك بعجلة تزايدية مش تناقصية. لو تناقصية تعرف على طول إن السرعة الابتدائية بتبقى أكبر من السرعة النهائية. ستة، جسم يتحرك بعجلة منتظمة تساوي صفر، لأن الجسم بسرعة منتظمة ماشي بسرعة منتظمة. عجلة منتظمة إمتى بتساوي صفر؟ لما الجسم يكون ما بيتغيرش حركته أو سرعته بالنسبة للزمن. سبعة، العجلة تتحرك بها قاطرة 2 متر لكل ثانية، لأن القاطرة تتحرك بعجلة منتظمة مقدارها 2 متر لكل ثانية تربيع. امتى بقى؟ سؤال امتى ده حلو برضو. امتى تكون عجلة الحركة للجسم يتحرك في خط مستقيم بيساوي صفر؟ امتى العجلة بتساوي صفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة وتكون سرعته النهائية بتساوي سرعته الابتدائية، إذا العجلة بتساوي صفر. اتنين، تكون عجلة الحركة للجسم يتحرك في خط مستقيم تزايدي امتى؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة وتكون سرعته النهائية أكبر من سرعته البداية. تلاتة، تكون عجلة الحركة للجسم يتحرك في خط مستقيم تناقصية امتى؟ عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة وتكون سرعته النهائية أصغر من سرعته الابتدائية. أربعة، تكون السرعة الابتدائية للجسم تساوي صفر امتى؟ عندما يبدأ الجسم حركته من السكون. خمسة، تكون السرعة النهائية للجسم يتحرك تساوي صفر امتى؟ عندما يتحرك الجسم بعجلة تناقصية حتى تتوقف بعد فترة زمنية. أهم المقارنات، والمقارنة دي جاية في الامتحان ركز عليها. وجه المقارنة، التعريف وحدة القياس. تعريف الفرق بين السرعة والعجلة. السرعة التعريف بتاعها هي مسافة مقطوعة خلال وحدة الزمن، أما العجلة التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. أنت فهمت إزاي؟ وحدة قياس السرعة المتر كل ثانية، أما وحدة قياس العجلة متر كل ثانية تربيع. أهم القوانين الموجودة عندك في الشرح في الدرس، إن العجلة بتساوي التغير في السرعة الزمن على التغير في الزمن. التغير في السرعة اللي هي بنقولها عين 2 ناقص عين 1 على التغير في الزمن اللي هو زد 2 أو زال 2 ناقص زال 1. فهمت؟ أهي عجلة أهي.
عن 2 ناقص عن 1 على فرق في الزمن. أهم المسائل بقولك في الجدول المقابل أكمل البيانات، مديك الجدول ده ومديك البيانات، مديك المسافة ومديك مديك السرعة في رقم 1 وفي رقم 2 مديك الزمن. وبقولك ايه بقى، عايز ايه؟ احسب مقدار العجلة. العجلة على طول هتساوي صفر، ليه؟ لأن الزمن بيساوي المسافة على السرعة زي ما احنا واخدين. المسافة مديهالك ب50 والسرعة مديهالي ب100، إذا طلعت 5 من 100، 5 معلش من 10 كل ثانية. اتنين هنجيب رقم 2 هنجيب المسافة مديهالي بكام؟ لا مش مديهالي. المسافة أنا جبت الزمن ب5 متر كل ثانية، جبت بالزمن في رقم 1 اللي هي ب5 من 100. عايز أجيب المسافة في رقم 2 200. ليه؟ لأن المسافة بتساوي ايه عليه؟ السرعة الزمن 100 على 5 من 100 ف200. السرعة بكام؟ السرعة من 100 متر كل ثانية مديهالي في رقم 1. تحسب مقدار العجلة هتساوي صفر، ليه؟ لأن السرعة منتظمة، إذا العجلة بتساوي صفر. مش عايز أنا حل يا جدعان، انت معروفة. احسب مقدار عجلة هيتحرك بيها اتوبيس في خط مستقيم إذا غيرت سرعته من 6 متر كل ثانية ل 12 متر كل ثانية خلال 3 ثواني. عين 1 ب6 وعين 2 ب12 والزمن ب3. إذا العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على فرق بين الزمن يساوي 12 ناقص 6 على 3 فهي 2 متر كل ثانية. والعجلة نوعها موجبة لأن الرقم طلع موجب. تتحرك سيارة من السكون لتصل سرعتها إلى 90 كيلو متر كل ساعة خلال 20 ثانية. احسب العجلة يتحرك بها السيارة مع ذكر نوعها. عن 1 بيساوي صفر، أما عن 2 بيساوي 90 في 5 على 18. وليه 5 على 18؟ احنا عايزين نحول من كيلو متر لكل ساعة لمتر كل ثانية، فهديني 25 متر كل ثانية. الزمن ب20 ثانية. إذن العجلة هتكتب القانون بتاعها لو قدامك ده، هيطلع كام؟ هيطلع 1.25 من 100 متر لكل ثانية، ونوعها موجبة لأن الرقم طلع موجب. تتحرك سيارة بسرعة 20 متر كل ثانية وعند ضغط السائق على الفرامل توقفت بعد دقيقتين. يحسب العجلة التي تتحرك بها السيارة مع ذكر نوعها. عن 1 بيساوي 20 متر كل ثانية وعن 2 بيساوي صفر. والزمن بيساوي ايه؟ الزمن بيساوي 2 في 60 اللي هو 2 في 60 الدقيقة عايز احولها ثانية، فهضرب في 60 هديني 20 ثانية. إذا العجلة تكتب لي القانون يطلع في الآخر 1.67 من 1000 متر كل ثانية، ونوعها سالبة لأن الرقم طلع بالسالب. فهمت؟ طبعا دي كلها مسائل دي عليك، عايزك تبقى في الفيديو وتحلها. ان شاء الله هحلها معاك في الفيديو الجاي، بس عايزك تحل انت وتتعلم. طبعا الحل موجود قدامك برضو، بس انا عايزك انت تعتمد على نفسك شويه. ماشي. المسائل قدامك اهي. بس كده يا صديقي الصدوق، نبقى خلصنا الدرس المراجعه والاسئله دي. عايزك تحلها وتبقى جامد كده وشاطر، واتمنى كل التوفيق يا صديقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.